السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده خلاص انا لسه مخلصه خلصت الشقه بقى وزينتها وعملت حاجات رمضان واجواء رمضان، وعايزاكم تشوفوا اللي انا عملته. انا اول مره يعني اعمل حاجه هنا في مصر، فانا عايزاكم تشوفوا اللي انا عملته وتقولوا لي رايكم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ويعود علينا الايام وعليكم بخير ان شاء الله. انا بس عايزه رايكم في التعليقات وتقولوا لي يا ترى اللي انا عاملاه ده كويس، شكله حلو. انا عامله الحاجه على قدي جدا، انا شقتي على قدي ومبسوطه بيها جدا جدا جدا. ما عنديش اي مشكله، وبصراحه انا اتعودت ان اي مكان ببقى فيه بحاول استمتع فيه ومفيش مشكله. ضيق مش ضيق مفيش عندي مشكله خالص الحمد لله. اي مكان انا بعيش فيه بستمتع فيه، او ضيق او اي حاجه. فانا الحمد لله ده الريسبشن بتاعي. طبعا هو جزئين، جزء اللي هو السفره انا ما عملتش فيه حاجه كتير خلاص، فعشان كده مش هصوره. انا عملت الجزء اللي احنا هنقعد فيه، او لو في حد جالنا يبقى هو في المكان ده اللي هو الانتريه برضو بتاعي عادي جدا هتشوفوه دلوقتي. بيتي بسيط جدا الحمد لله، عملت فيه وزينته على قد ما قدرت وعلى قد ما انا حبيت. فحبيت تشوفوا معايا وتفرحوا معايا باجواء رمضان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وان شاء الله. بس ان شاء الله يعجبكم. لو في اي تعليقات او في اي تعديلات من اللي انا عاملاه، خلاص انتوا طبعا احسن مني واشطر مني، فتقولوا لي وقولوا لي برده رايكم ايه. دلوقتي بقى هصور بقى بالكاميرا الخلفيه عشان تشوفوا الحاجه كويس وتشوفوا اجواء رمضان. وكمان عايزه اوريكم حاجه قبل ما اقفل. انا هنا فوق التلفزيون ده كان في ساعه بس باظت، فرحت اشتريت واحده. حبيت ان انا افتحها معاكم واعلقها وتشوفوا رايكم وتقولوا لي رايكم فيها ايه. ايه رايكم؟ هفتحها كده واركبها ونبتدي بقى نشوف اجواء رمضان، تقولي لي رايكم ايه. يلا نبتدي بقى ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى نشوف انا عملت ايه. هنا انا هوريكم الشكل بس، والنور شغال، النور اللي هو النجفه دي شغاله. هوريكم كده وبعد كده هطفي النور واوريكم. بس قولوا لي ايه رايكم في الساعه. هوريكم بقى كل جزء وبعد كده هطفي النور واوريكم ايه الشكل وانا طافيه النور والانوار اللي انا بقى منوراها دي. ده بقى الفانوس الكبير. ايه رايكم؟ حلو جدا. هنشوف الشكل بقى احسن بعد ما اطفي النور، بس حبيت اوريكم كله. وعايزه اوريكم كمان الستاره هنا، بس اوريكم الترابيزه. ايه رايكم؟ انا حبيت اصور بالكاميرا الخلفيه علشان تشوفوا الحاجه ما تكونش بالمشقلب يعني. ايه رايكم؟ القعده انا عامله قعده هنا زي قعده عربي كده اهي. هنا بقى الستاره. طبعا انا وريت لكم الحاجه قبل ما اعلقها. دي الستاره بقى بعد ما فردتها انا قلت هوريها لكم، ما كانتش هتبان. اللي شاف فيديو المشتريات ما كانتش هتبان، انا ما فردتش الا واحده. بس انا عايزه اوريها لكم بقى من بعيد شويه. بصوا الجمال، عملت منظر حلو جدا. انا عايزه رايكم في التعليقات وتقولوا لي كده الحاجه شكلها حلو ولا لا. هنا على باب الشقه. ايه رايكم؟ عايزه اوريكم بقى الفوانيس اللي انا عملتها، انا اللي عاملاها بايدي. بصوا ايه رايكم؟ عجباني جدا. هطفي بقى النور ونيجي ايه نشوف الاجواء من غير والنور مطفي. يلا بسم الله اطفي النور. ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله. انا بالنسبه لي الحاجه شكلها عاجبني قوي. عايزه بقى رايكم في التعليقات وتقولوا لي ايه رايكم. انا بعمل الحاجه على قد زي ما انتم عارفين وانا قايله لكم كذا مره، بس شوفوا كده قولوا لي رايكم. هنا دي الستاره. هنيجي هنا كده من اليمين، ده المدخل دوت في غرف الولاد والحمام والمطبخ. تمام. هنا بقى الريسبشن. هنا الناحيه التانية السفره، بس انا لسه ما عملتش فيها اي حاجه، فحبيت بس اوريكم الحاجه اللي انا خلصتها. بصوا هنا ايه رايكم؟ بس الفوانيس ديت
انا بحب رمضان، وبحب رمضان يعني فانوس رمضان، فانا حاطه فوانيس كتيره جدا في كل مكان. هنا كده. هنا بقى المنظر بعد ما انا شغلت الانوار، ايه رايكم؟ عايزه اوريكم كمان الفوانيس اللي تحت التلفزيون. بصوا، انا بالنسبه لي الحاجات دي عجباني جدا جدا. وعايزه برضو رايكم، وما تقوليش عليا بقى تافهه ولا حاجه، لا انا بحب الحاجات دي جدا جدا جدا. ايه رايكم؟ هنا بقى بعد ما شغلت الانوار هنا على الستاره، انا كنت عامله شكل تاني بس بكذا فرع، لقيته مش حلو فغيرته وجبت فرع واحد بحيث ان هو يبقى واخد كل مساحه. انا هقول لكم من اول فين، من اول هنا كده. تمام. واخد بقى كل المساحه هنا على فكره كبيره مش صغيره، بس مساحه قد ايه. وواخد هنا، وواخد كمان من تحت التكييف لغايه هنا. حد بس يقول لي ده اسمه ايه، عشان انا مش عارفه اسمه. هو شكله عجبني قوي بس انا مش عارفه اسمه بصراحه. حد يقول لي اسمه ايه. وهنا ايه رايكم؟ اتمنى يا رب، اتمنى تكون التزيين ده عجبكم. ولو في اي حاجه، في اي ملحوظه، يا ريت تقولوا لي في التعليقات. ويا ريت تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في التعليقات. ورمضان كريم، والله اكرم علينا وعليكم يا رب. ربنا يبلغنا رمضان، خلاص فاضل يومين على رمضان. ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وربنا يهنيكم ويسعدكم في كل اوقاتكم ان شاء الله. والساعه بقى، ايه رايكم في الساعه؟ انا بصراحه عجباني جدا. لو وقفت ساعه اقعد جبت وانا بجيب الساعه، قعدت ساعه اختار الشكل. انا بصراحه محتار جدا 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 لما اختار، يعني كان في اشكال كتيره جدا، بس هو ده الشكل اللي انا رسيت عليه. وعايزاكم برضو تقولوا لي رايكم، ايه رايكم في الشكل ده. بصوا، انا الشكل ده عجبني جدا، وكان في اشكال حلوه كتير، بس هو ده اللي انا رسيت عليه وجبته. بس قولوا لي برضو رايكم في التعليقات، يا ترى الساعه حلوه ولا لا. ايه رايكم؟ انا بصراحه بالنسبه لي فرحانه جدا جدا. بعد ما خلصت وطبعا فرشت. طبعا انا بقول لكم الحاجه يعني بتاعتي قديمه شويه، بس انا ما بفرطش في حاجتي. يعني الانتريه دوت من ايام جوازي بصراحه. انا جددته، بس انا كل اللي عملته ان انا جددته. فاهميني؟ بصوا بقى، اللي هو طبعا الكرسي الاربع كراسي وكلمه واحده دي خلاص اتلغى، بس انا بصراحه بحبه جدا. وهنا زي ما انا قلت لكم انا عامله هنا قاعده. بصوا. تمام. وادي الكنبه بتاعتها. انا ما جبتش حاجات بقى. الكوشن اللي هي بتاعت رمضان لقيتها كبيره، الاكياس بتاعتها كبيره على المخده دي او على الكوشن دي. خلاص فما جبتش، قلت خلاص مش مشكله بالنسبه لي. وهنا الترابيزه اهي والفانوس. انا عايزه اوريكم الفانوس بقى الكبير ده. تسلم ايدين اللي عملته، هي بنت جارتي ربنا يخليهم لي يا رب. بنات يعني عندها بنتين ما شاء الله، انا بحبهم وبموت فيهم جدا. هم اللي نزلوا عملوا معايا بصراحه، ساعدوني في الحاجات دي كلها، وهم اللي عملوا لي الفانوس الجميل ده. انا هنا واكيد هم هيشوفوا الفيديو، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، عشان انا كمان ما عنديش بنات. فهم اللي ساعدوني بصراحه، ربنا يبارك فيهم ويبارك لهم ويخليهم لمامتهم. بصوا، انا عايزه اوريه لكم كده بقى. ثواني. قولوا لي برضو رايكم فيه. وتسلم ايدها، هي اللي عاملاه لي يعني هي اللي عاملاه بايدها ما شاء الله. بصراحه ساعدوني كتير قوي، ربنا يخليهم ليا. طبعا انتوا عارفين الولاد ما لهمش في الحاجات دي خالص، فما عملوش معايا اي حاجه. فهم ربنا يباركهم بقى، فضلوا معايا. ربنا يخلي لي ولادي ويخليهم ويخلي ولادكم كلهم يا رب، اللهم امين. ايه رايكم؟ خلاص يا حبايبي، يا اخواتي، يا اهلي، يا اصحابي، كل حاجه حلوه في حياتي. انا بحبكم جدا جدا في الله، وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. ما تنسونيش بقى في اللايك، لان اللايك ده اللي بيشجعني وبيحسسني ان انتوا شفتوا الفيديو وعجبكم. ومش هقول لكم اشيروه يعني مش عارفه يعني مزاجكم بقى، عايزين تشيروه براحتكم. بس اهم حاجه ما تنسونيش في اللايك. وحبيت اختم معاكم في الاجواء الحلوه دي. رمضان كريم والله اكرم، وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا حبايبي. واقول لكم بقى اسيبكم الاول في حفظ الله، اسيبكم في حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.